ابنك او ابنك لو معاه موبايل، هل انت عارف هو طول اليوم بيعمل ايه؟ بس قبل ما نكمل خلينا نتفق ان الموبايلات بتكون حاجه اساسيه جدا في حياتنا، ولكن الموضوع مختلف شويه بالنسبه للاطفال. الطفل مننا ممكن يخش على منصه يتفرج على فيديو بريء جدا، ولكن المنصه تبدا تقترح عليه حاجات مش مناسبه لسنه، او يلعب لعبه عاديه جدا 10 دقائق بس تلاقي ال 10 دقائق قلبت ساعه، ساعتين، 3 ايام، وبقى عنده ادمان على اللعبه دي. وطبعا العاب كتيره جدا بقى فيها تشات داخلي، ولازم نبقى عارفين هم بيكلموا مين عشان خاطر ما يكلمش ناس، يعني في ناس في الالعاب دي ما بيبقوش ناس كويس. وخلي بالكم الابلكيشن ده ما هواش رفاهيه او اوبشن، لو انت اب او ام ده اجباري عليك، لازم تخلي بالك كويس قوي من ابنك هو بيستخدم ايه. احنا مش بنمنع التكنولوجيا، احنا بنستخدمها بشكل متوازن شويه، وعايزين اداه تساعدنا في ده. وعشان كده هبدا اشرح لكم في الفيديو ده اداه جميله جدا وهتقدم لك روعه في التحكم في الجهاز بتاع ابنك. خلي بالك الموضوع ده كله بيتم بناء على موافقه الطفل، وان الطفل بيبقى عارف ان انت بتثبت الابلكيشن ده عنده. يعني من الاخر احنا مش بنتكلم على اي حاجه تانية غير قانونيه او مخالفه، ده ابلكيشن بيساعد الاباء والامهات ان هم يكنترول شويه التحكم او الاستخدام للاطفال. اسم التطبيق AirDroid Parental Control، وده تطبيق قديم جدا من 2011 تقريبا، ومفيش اي حد اشتكى تماما، وكل البيانات اللي عليه بيانات محميه ومفيش اي حد اشتكى منه نهائيا. وخلي بالكم انا مش مجرد بعمل اعلان، بالمناسبه هم سبونسر للفيديو ده، انا بالفعل بكلمك عن حاجه انا كأب جديد محتاجها جدا جدا جدا، وانا اصلا بوسوس وبخاف على المستقبل بتاع اولادي. فانا مش بكلمك في حاجه مجرد اعلان. بالمناسبه تقدر ان انت تاخد اشتراك فري تريل، لو انت اشتركت شهر بتاخد 3 ايام، لو انت اشتركت ربع سنوي بتاخد 7 ايام، لو انت اشتركت سنوي بتاخد 14 يوم تريل تقدر تستخدمهم براحتك. طريقه التسجيل سهله جدا، هتخش على الرابط اللي موجود تحت الفيديو على اليوتيوب او في اي مكان هسيبه لك، وتبدا ان انت تسجل بايميل الجيميل بتاعك. بعد كده بنوافق على شروط الخدمه، بتقول له تشيك بوكس على الاثنين ويظهر لك الكيو ار كود ده. طبعا هناخد الكيو ار ده هنسكانه من على التليفون بتاعك، ويظهر لك ابلكيشن اللي هو الويزرد اللي بيخلي الابلكيشن الاساسي بتاع الكيدز يتحمل عندك، وبيحمل كل الادوات والحاجات المناسبه للابلكيشن ده عشان يخليه شغال. وزي ما انت شايف هتمشي على طريقه شرح الفيديو اللي قدامك دلوقتي عشان توافق على كل الصلاحيات اللي بتسمح انك تقدر تشوف الابلكيشن بتاعك كويس. وخلي بالك الصلاحيات دي كلها صلاحيات امنه، مفيش في اي مشكله، لان انت بتكون شايف كل حاجه بعينك. وكمان بقولها لكم تاني، هو الموضوع لازم يكون بموافقه الطرف التاني، وبيبقى شايف ان كل حاجه موجوده عنده على الجهاز. يعني ده مش تقدر تستخدمه باي شكل مش قانوني يعني. وزي ما انتم شايفين تقدر تحمل الابلكيشن بتاع البرينتر كنترول ده بتاع الاباء من على المتجر على التليفون، او نقدر نخش على الداشبورد والويب سايت. ده التليفون بتاعي اللي هو ان شاء الله باذن الله هديه لبنوتي لما تكبر شويه عشان تتفرج على اليوتيوب اللي هي عايزاه. ودي كده الداشبورد اللي هي بتبقى ظاهره قدامك. خلينا كده نكبر الشاشه عشان نشوف مع بعض الداشبورد، وهشرحها لك خاصيه مع بعضينا. على الشمال هنا هتلاقي كل الحاجات اللي انت تقدر ان انت تعملها. في اول حاجه هنا دي بتجيب لك الايفنتات اللي حصلت على اليوم ده. زي ما انت شايف هنا الساعه 7 بدا ان هو يستخدم التولز على التليفون اللي هو انا، يعني 10 ثواني، وحاجات تانية 14 دقيقه. الحاجات التانية دي غالبا لو نزلنا كده هنلاقي الكاميرا، ودي اللي انا فعلا بصور بيها دلوقتي، والكول تول دي اداه عندي على التليفون، وعندي الفويس ريكوردر برضو انا بستخدمها دلوقتي عشان اسجل الفيديو. لو جي اي نوتيفيكيشنز او بدات ان انا استخدم الداتا بتاعتي اقدر اشوف قد ايه استخدم الميجا بايتس او اليوزج بتاعت الداتا يعني. طيب ريموت اوبريشنز، اقدر اشغل حاجه اسمها ريموت كاميرا، ودي مهمه جدا. خلينا كده نجربها مع بعض دلوقتي. طبعا هو انا يعني المفروض بسجل دلوقتي، فتعالى نعمل سكرين مونيتورنج ونشوف كده ابني بيعمل ايه دلوقتي. هو دلوقتي بيكونكت على الجهاز، المفروض ان الجهاز كونكتد. طبعا هو وقف التصوير دلوقتي، وهتشوفني وانا بسجل من على الكاميرا. دي الشاشه السكرين بتاعتي. لو انا مثلا دخلت على اي ابلكيشن وليكن المنبه، تعالى نجرب مره كمان. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي في الالارم، دخلت ظبطت حاجات، طلعت مثلا دخلت على السوشيال ميديا مثلا بتاعتي، دخلت على الواتساب، فتحت سبوتيفاي. تقدر تشوفوا ابنك بيعمل ايه دلوقتي من غير حتى كمان ما تضر الجهاز او يظهر له اي اشعارات مزعجه او اي حاجه. بس زي ما انت شايف فوق كده في علامه، العلامه دي معناه ان الجهاز شغال وان انت دلوقتي بتتحكم بالجهاز، فابنك بيبقى عارف الكلام ده. حاجه كمان لو انت مثلا ابنك في مكان عايز تشوف الكاميرا بتاعته
بتاعته تقدر تشوفه بيعمل ايه. وده طبعا لو الاطفال بتاعتك صغيرين وانت خايف عليهم عايز تطمن عليهم، دي برضو بتبقى حاجه كويسه جدا. انا مثلا خايف على بنوتي فحاططها في السرير، ساعات بتتحرك لان بدات تتعلم الزحف، فاروح حاطط التليفون واوجهه على السرير مثلا واثبته على ترايبود او حاجه، واقدر ان انا كونكت بالكاميرا واشوف ايه اللي بيحصل. وزي ما انتم شايفين الكاميرا الخلفيه فتحت على الكركبه والمكتب بتاعي، واقدر كمان ابدل الكاميرا من الاماميه للخلفيه، واقدر كمان افتح الفلاش لو متاح ان انا افتح الفلاش. بس موضوع الكاميرات والريموت كنترول ده محتاج يكون الموبايل في مكان النت بتاعه كويس. لو هنج معاك او حصل اي تهنيجه بتروح بس قافل تاني وتعمل كونتينيو. خلي بالكم التليفون يعتبر مقفول، بص التليفون يعتبر مقفول مجرد ما فتح اهو زي ما انت شايف، بص فتح جاب الصوره على طول الكاميرا اللي كانت موجوده. السيرفر بيقول لك كونكتد مش عارف ايه، طبعا هو عشان خاطر زي ما قلت لكم النت. ودي برضه خاصيه مهمه جدا لو انت مثلا عايز تسمع ابنك، لو انت مثلا عايز تطمن عليه تشوفه بيعمل ايه بيتكلم بيعمل ايه، فتقدر تسمعه من خلال الامبيانت ساوندز اي اصوات حواليه. ده كان الجزء بتاع الريموت اوبريشنز. طبعا اللوكيشن تقدر تشوف ابنك فين دلوقتي. بعد كده عندنا السكرين تايم للابس، طبعا ده مهم جدا عشان تعرف ابنك بيقعد قد ايه على الابلكيشن. يعني مثلا انا دلوقتي هفتح على التليفون تيك توك مثلا، والتيك توك دلوقتي يعتبر شغال. هنرجع كمان شويه نشوف التابه دي. كمان هنا نقدر ان احنا نستخدم حاجه اسمها انستنت بلوك، بتحط تطبيقات معينه في لسته، مجرد ما انت بتعمل كده انت عملت له بلوك لكل التطبيقات، ما يقدرش يشغل اي حاجه لحد مده معينه، ممكن انتل ميد نايت يعني لحد منتصف الليل مثلا، او بعد ساعه مثلا لو عايزه يذاكر او ايا كان، عايز ياخد بريك، عايزه ياكل، ايا كان بتعملها انستنت بلوك. وزي ما انت شايف هنا بيظهر لك ان هو ما يقدرش يعمل اي حاجه. حتى كمان طلب على الجهاز دلوقتي زي ما شايفين شاشه كده ريكويست اكسس، وقفل كل التطبيقات اللي موجوده. ولو انا على الشاشه عملت تيرن اوف هتلاقي ان الابلكيشنز بدات انها ترجع تشتغل تاني. مجرد ما اعمل كلوز اقدر اشغل الابلكيشنز تاني عادي، والتيك توك بدا ان هو يشتغل معانا. اتوقع انها هتكون مفيده جدا للاطفال مثلا اللي انت عايزهم يذاكروا، اللي انت عايزهم يعملوا حاجه معينه. عندنا برضو الداون تايم تايمر، ان انت تعمل مواعيد. ده حاجه كده زي انت بتحط مواعيد في المدرسه، يقدر يستخدم مثلا لكل اب ابلكيشنز معينه في الوقت ده. في البيت تايم يقدر يستخدم مثلا المنبه بس، ما يقدرش ان هو يفتح الالعاب ويفضل سهران بيلعب. دي حاجه برضو مهمه جدا. بعد كده عندنا الاب مانجمنت، دي بقى اللي احنا بنحط فيها كل الابلكيشنز اللي انت عايز تعمل لها ليميت. انا مثلا عملت كده اي ابلكيشنز ليها علاقه بالبيزنس. مثلا انا عايزين هنا الالعاب، فين الالعاب؟ خلي بالكم دي الابلكيشنز اللي موجوده على التليفون. وليكن مثلا التيك توك انا هعمل له عليه بلوك. ايه تاني؟ تقريبا التليفون ده مش عليه العاب لان انا مسحت الالعاب من عليه. وليكن مثلا مش عايزه يتصفح النت ولا يشوف الايميلات ولا يفتح المتصفحات بتاعه الانترنت، اقول له نيكست. بعد كده تقدر ان انت تدي لها اسم معين، وليكن مثلا بيت تايم. نقدر نحط ليميت للابلكيشنز كلها مره واحده او لكل تطبيق معين. انا هقول له ليميت للابلكيشنز كلها. وممكن كمان تعمل داون تايم اللي هو يعني سكادول وقت معين يخلص في الاكسس ده لوحده اوتوماتيك، وينزل برده لوحده اوتوماتيك. انا بالنسبه لي مثلا مش عايز حد يقعد بعد الساعه 10 بالليل، فاروح عامل بعد الساعه 10 داون تايم يقعد وقت معين، واحدد الوقت ده من هنا. التوتال تايم زي ما انتم شايفين انا بس عملته هنا 1 اور، وممكن تحدده بالدقايق. ممكن كمان نحدد من الاثنين للجمعه او ساتردي وساندي. ممكن تخلي كاستمايز تحدد الايام زي ما انت عايز. انا هخلي كل يوم لمده ساعه. عندنا برضو اللوك باللوكيشن، لو راح لوكيشن معين المدرسه مثلا يقفل عنده التطبيقات اللي احنا محددينها دي. طبعا هو هنا زي ما انت شايف في جالك اليرت بيقول لك ان ابنك حاول ان هو يفتح تطبيق من في وقت البلوك او حاجه زي كده. طبعا هو عايز منك تعمله ادمن كود عشان خاطر بعد كده يعني ابنك ما يخشش يلعب في الاعدادات، بس احنا هنقول له لا بعدين. عندنا هنا الاب مانجمنت نزل فيها البيت تايم الاب ليميت اللي احنا حطيناه، وطبعا انت شايف احنا مفعلينه. وعندك الابلكيشنز هنا برضو تقدر تخش وتبص عليها وتتحكم في كل المانجمنتس بتاعه التطبيقات بشكل كامل من هنا. الخاصيه اللي بعد كده عندنا النوتيفيكيشن مونيتورنج. اي نوتيفيكيشن هتيجي على الجهاز هنا هتلاقيها ظاهره معانا هنا. طبعا انا خافي النوتيفيكيشنز دي عشان خاطر دي حاجات خاصه. السوشيال كونتنت ديكلاريشن تقدر من خلالها هنا تحدد اي جمل او اي كيوردز انت مش عايز ابنك يشوفها او يتفرج عليها. يكون في سكرين شوت ديتكشن كمان اللي هو ياخد سكرين شوت للموضوع ده. وليكن مثلا انا مش عايزه يتفرج على اي حاجه مثلا فيها كلمه اغنيه مثلا، او كلمه مثلا فضيحه، او مثلا اي حاجه من الحاجات دي. انا مش عايزه يتفرج على الحاجات دي، فبروح محطه الكيوردز اللي انا عايزها، بحدد مثلا الكلام ده اقول له مثلا فضيحه
عارفين ان انت في فيديوهات كتير بتبقى بيقول لك فضيحه مش عارف ايه، دي بيبقى فيها حاجات مش كويسه، وطبعا المفروض ما ينفعش تظهر للاطفال. هو دلوقتي هيبدا ان هو بالاي اي يعمل اي حاجه شبه الكلمه دي ويروح حاططها لنا ككيوردز معموله بلوك. بس عشان وقتكم خلينا نسكيب الحته دي دلوقتي. تقدر انت بعد ما تحط الكيوردز بتاعتك تقدر ان انت تشغل السكرين شوت ديتكشن من هنا لو هو عايزه ياخد سكرين شوت اول ما يلاقي الكلمه دي، وتحدد الابلكيشنز كمان اللي انت عايز فيها الكلام دي. انا مثلا مش عايزه يكلم حد معين، فبروح حاطط الكلام الكيوردز اللي انا مش عايزه، ويفعل خاصيه الواتساب، ويفعل برده السكرين شوت عشان اعرف لو هو اتكلم حصل ايه وخد ايه. انا برده inappropriate image detection لو اي صور يعني غير لائقه تظهر. بالمناسبه لو انت مستفاد في الفيديو ده لحد اللحظه دي ومش عامل لايك ولا سبسكرايب ولا اي تفاعل، انا ما بكسبش اي حاجه من القناه دي، فاكون شاكر جدا ان انت تكون سايب لايك او كومنت جميل زي كده او اشتراك عشان تشوف اي محتوى تاني بنزله. نقدر من خلالها نفعل هنا باختصار الخاصيه دي بشكل تلقائي بسكان كل الصور اللي هي ممكن يكون فيها حاجات مش كويسه، حاجات نوتي، حاجات ادلت، حاجات للكبار فقط، فيقدر ان هو يديتكت الحاجات دي ويوضحها لك. عندنا بعد كده الخاصيه الثانيه اسمها سكرين وكاميرا سناب شوتس. تقدر تاخد سكرين شوتس من التليفون. يعني دلوقتي بتفرج على فيديو، انا دلوقتي باخد سكرين شوت دلوقتي، ليتر ممكن تشوف السكرين شوت دي بعدين. هو المفروض خد سكرين شوت دلوقتي من الفيديو اللي انا بتفرج عليه، وتقدر تشوف في اللحظه دي انا خدت سكرين شوت وابنك او بنتك بيعملوا ايه، وتبقى انت عارف حاجه زي كده. ممكن تعمل سكادول للسكرين شوتس ان كل فتره يعمل سكرين شوت معينه. ممكن تشوف السناب شوتس اللي انت خدتها من هنا، ودي خاصيه جميله جدا 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 السكادول دي، ان كل فتره اشوفه هو بيعمل ايه من غير ما اكون انا متابع، واجي اخر اليوم اروح شايف والحاجات دي. انا يعني اب جديد وجاهد ان انا اخلي بنتي دي احسن بنت في الدنيا، وانا والله العظيم بعمل الفيديو ده من كل قلبي عشان خاطر فعلا نعمل حاجه مفيده ونخلي بالنا من عيالنا. فمش مجرد ان انا بعمل ماركتنج عشان هم سبونسر بقى والكلام ده للفيديو. يعني صدقوني اللي طالع لي من الفيديو ده كلام فاضي بالنسبه للمجهود اللي انا بعمله في الكلام ده. بالمناسبه انا راجل مطور، بعمل سوفت وير موبايل ابلكيشنز. لو انت محتاجني في اي حاجه، اي حد عايز يعمل موبايل ابلكيشنز او ويب سايتس او اي حاجه ليها علاقه بالخدمات دي، يعني وسائل التواصل بتاعتي كلها تحت. اكون شاكر جدا ان انت تسبورت مي باي شكل من الاشكال. لكن انا فعلا دلوقتي بقدم لك الفيديو ده والشرح ده وانا حاطط نفسي مكانك. نكمل الفيديو مش مطولش عليك. تقدر كمان تاخد سكرين شوت من الكاميرا الاماميه، الكاميرا الخلفيه زي ما انت شايف، ممكن نشوفها بعدين من السناب شوتس من هنا. نقدر بعد كده نخش على الكول والاس ام اس مونيتورنج عشان نقدر نشوف المكالمات. هنا تقدر تسويتش بين السكرين شوتس. هو المفروض ان هو خد الصوره، نقدر نشوف من هنا، بس هي بتاخد شويه وقت. دي الشكل دلوقتي انا بسجل لك الفيديو. والله يا جماعه انا بتعب جدا، فكنت شاكر لو لسه ما ضغطتش لايك اضغط لايك بالفضل. نقدر نشوف من هنا الكولز بس عشان تشوف الخاصيه. تقدر من هنا تشوف او تعمل البلاك ليست مود او الوايت ليست مود، ان هو ارقام معينه هو اللي يتصل بيها او ارقام معينه ما يتصلش بيها، وتحدد الكولز بلاك ليست من هنا. تضيف رقم، تعالى كده نضيف رقم 162. اكون يعني شاكر لو ما حدش اتصل. زي ما انتم شايفين هو هنا بلاك ليست، فكده التليفون ده لما يحاول يتصل على الرقم ده مش هيتصل. زي ما انت شايف هنا الاس ام اس ديتكشن كيورد برضو مانجمنت، لو جالك اس ام اس من شركات معينه بجمل معينه بكلمات معينه دي يقدر يشوفها. عندنا برضو السيف براوزنج، ودي برضو مهم جدا ان انت تقدر تمنع مواقع ولينكات معينه، تسمح بمواقع ولينكات معينه، وتقدر تغير المود من هنا. زي ما قلنا بلاك ليست هو يمنع المواقع دي، ووايت ليست يسمح بالمواقع دي بس. البراوزنج هيستوري تقدر تشوف المواقع اللي هو فتحها. تعالى كده نفتح هنا موقع راح ياخد على اي حاجه ونعمل ريفريش. زي ما انت شايف فتح جوجل، جاب النتائج بسرعه. الاوفيشال داونلود لينك بتاع الموقع ده بصراحه كان سريع جدا. تعالى بقى نشوف احنا واقفين بس تحت، هنرجع للقسم ده في الاخر. البلان يعني احنا كنا عايزين نشوف الاستخدام بتاع الابلكيشنز ماشي ازاي. الليميت اللي انا عامله للابلكيشنز يعني بص ده ظهر معانا اهو، اللي هو البيت تايم ده الليميت اللي ظهر لمده ساعه، مش الاستخدام بتاع الابلكيشنز. انا فهمت غلط، ده الجزء بتاع السكرين تايم والابس، انت بتدي تايم للابلكيشنز بتاعتك. هنا بيقول لك الاستخدامات اللي انا استخدمتها اهي. لو عملنا ريفريش المفروض التيك توك يظهر معانا هنا. دي الموست يوز اب الكاميرا، انا اكتر حاجه فتحتها. تيك توك ظهر اهو 11 دقيقه. جوجل كروم ظهر لا شغال كويس وبيقبض بمعدل كويس، مفيش اي مشكله. نرجع بقى على اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده. لو في اي ريكوايرمنتس او بيرميشنز انت محتاجها عشان تشوف التليفون بتاع ابنك بشكل كامل، بتظهر لك هنا وبيروح طالبها منه هناك، وما بيقدرش ان هو يستخدم الابلكيشن غير لما يسمح بالابلكيشنز او بالصلاحيات دي.
عندنا السورس سيتنجز دي، يعني عشان لو ابنك فيه مشكله ولا حاجه تقدر تفعلها له، يعني يبعت زي رسائل نجده ننقذ بيها ابننا. ولكن يعني ان شاء الله ما نوصلش للمرحله دي، احنا يعني دي حاجه كويسه جدا. هنا لو في اي ابديتس، هنا ده عشان خاطر لو انت عايز السوبرفيجن مود في اندرويد كنترولر. عموما يعني اي مشاكل او اي حاجه يعني تحضرها او تظهر معاك، تقدر تشوف الاوفيشال دوكيومنتيشنز بتاعهم، هتلاقي هنا طريقه الاستخدام وكل مشكله عندك فيها هتلاقيها موجوده. يعني بدون مبالغه ده افضل سوفت وير مراقبه ابويه شفته في حياتي. كل السوفت ويرز اللي زي كده بتبقى مهنجه وفيها مشاكل وبجات، وتلاقي نفسك مش قادر، يعني في حاجه غلط. الا الاير دروب بيرنتال كنترول بجد والله يستاهل فيه كل جنيه هتدفعه عشان تقدر تتحكم وتخلي بالك من مستقبل اولادك وحمايه اولادك. يعني فانت لو بنتك او ابنك لسه صغيرين، ابدا اتعلم الابلكيشن ده وشوفه بينزل ازاي، واتفرج على الفيديو عشان خاطر والله لا يفيدك. وسايب الفيديو وابعته لاي حد عنده ابن، وما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان انا متاكد انك تقدر تستفاد مني في يوم من الايام.